شاء الله ده الشكل النهائي اهو. والطعم يا جماعة تحس ان انت بتاكل احلى انواع التمر مع المكسرات، روعة. وان شاء الله تعملوها، واقول لكم من دلوقتي الف الف هنا. السلام عليكم. السلام عليكم، وحشتوني. عارفين النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة غريبة بس ان شاء الله باذن الله. دي بفتاة محمد عبد السلام محمد زكي، هتشوفوا معمولة ازاي وايه مكوناتها. وكفاية بس الصبح معلقة واحدة لطفل او راجل كبير. شوف هتعمل معاه صحة عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله. نشوف مكوناتنا ايه هو. نيجي هنا، ده كيلو ونص عسل اهو. وهتشوفوا هنعمل ازاي. ده سوداني خلاص، ده كاجو، ده اللي هو العين الجمل اللي عندنا، ده فستق، ده سمسم، ده تين متقطع. هنا مهم قوي، هنا عندنا هنا زبيب، بلح متقطع، قراصية. وهنا طبعا مشمشية متقطعة مع شوية زبيب صغيرين اللي انا حاططهم هنا. ليه؟ لان انا هتقل دلوقتي العسل بالتمر والزبيب والقراصية. اوكي؟ خليكم معايا وهنرجع ونشوف احنا هنعمل ايه. خليكم معايا، عايزكم تركزوا بقى معايا كويس قوي. اوكي؟ ادي التمر هحطه هنا على العسل في البدايه خالص. معلش كلكم بتقولوا دلوقتي طب والحلبه؟ لا، انا ما بعملهاش بالحلبه. ليه؟ لان الحلبه معلش يعني عرق وريحه وكده، فانا ما بحبهاش. ادي القراصيه، حطيت التمر، حطيت القراصيه، حطيت الزبيب اهو. اظن احنا عارفين القيمه الغذائيه بس مؤقتا للحاجات دي قد ايه. ونقفل كده اهو. ونشوف كده. ها، بصوا اللون عامل ازاي وتقلت. واخدين بالكم؟ لا هنا كده. ودلوقتي عايز اقول لكم حاجه. هنا ده الزيت اللي انا هستعمله، زيت جوز الهند. اوكي؟ انواع مختلفه شويه بس ليها طعم وقوام يعني تجنن. خليكم معايا. اوكي؟ ده جوز الهند هنا اهو، كوبايه اهي وربع بس اهو. على فكره ريحته جامده جدا زيت جوز الهند. بسم الله ما شاء الله. ده خليه هنا كده. واجي هنزل بالسوداني. على فكرة احنا معانا هنا سوداني وكاجو وفستق كمان متقشر واللي هو عين كمان. ده سخن قوي.
وادي الكاجو، رز المقشر، لسه هنزل بالسمسم. خليكم معايا. وهنزل هنا بالسمسم. السمسم طبعا بتاعي متحمص، حمصناه كده، خدنا الرطوبة اللي فيه. على فكرة أنا عندي كيلو 2 كيلو إلا ربع عسل، أو كيلو تقريبا أهو. طبعا هاي الجمل دي آخر حاجة هنزل بيها، أوكي؟ أو في نص كده وهي شغالة. خليكم معايا. هنا حطينا نص معلقة كركم، ها؟ هنا بقى هنزل بايه بقى؟ بالعسل اللي احنا خلطناه. وعلى فكره ياه تقيل تقيل تقيل. يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من غير ما احط دقيق ولا اي حاجه عليه، بدل ما احط دقيق حطيت حاجات مفيده، حطيت حاجات مفيده. انا وطيت شويه. بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. انا مش قادر اقول لكم الريحه عامله ازاي. بسم الله الله اكبر الله اكبر. على فكره زيت جوز الهند ممتاز. خليكم معايا. هنزل هنا بالتين البرشوم. على فكرة أنا حطيت ربع معلقة كركم. خلاص. خليكم معايا. اول ما ابتدت تغلي كده انزل بعين الجمل اهي، وادي المشمشيه وادي الزبيب. خلاص. وابتدي اشتغل عليها ما اقفش خالص كده. افضل شغال كده لحد ما ايه تهبط. خليكم معايا. انا بقلب لحد ما بتتقل في ايدي. يعني هي تتقل يعني فاضل لها يعني بتاع 10 دقايق كده، يعني تتقل تحت ايدي دلوقتي خلاص. وبعدين حطيت لها على فكره، انا حطيت قيمه ليمونه عليها. اوكي، عشان نبقى ايه عارفين احنا اشتغلنا ازاي وحطينا ايه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله أكبر. نعمل كده تيست خفيف، تيست كده نشوفها ايه، هتجري ولا مش هتجري. ها لسه شوية، ها لسه شوية. لسه شوية، خليكم معايا. وهنا بقى حطيناها اهي، ابتدت خلاص كده مسكت. اه يا خرابي يا خرابي يا خرابي. بسم الله، الله اكبر. تحفة. شايفين القوام؟ خليكم معايا. أهم حاجة دلوقتي انتوا شايفين دلوقتي حتى الرغوة اللي كانت فوق كله راح، ودلوقتي موجود عندي ايه؟ المكسرات والسمسم والحاجات اللي احنا حطيناها وعملناها معاها، لما مش قادر اقول لكم. بسم الله، الله اكبر. اهي خلاص مسكت في الطبق، مسكت في الطبق، انتهى الاشكال. خلاص هطفي عليها وهسيبها زي ما هي، خليها تبرد شويه. اوكي، نرجع لبعض تاني. عايزكوا تهتموا بيها، دي للاولاد والكبار، ممتازه. اوكي، واشكركم جدا انكم بتتابعوني، بس هنرجع لبعض تاني، خليكم معايا. السلام عليكم. طبعا رجعت لكم، ما غطيتهاش ولا اي حاجه، بس طبعا كله ابتدى يطلع على الوش. حتى لما ابتدي اغرفها دلوقتي، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. تمام، الحمد لله، الحمد لله. اوه اوه، بسم الله، بسم الله، نور الله اكبر. الحمد لله. نجربها. قوام، شكل، اللهم صل على النبي. احنا طبعا بنسيبها كده، ما بنغطيهاش. خلاص نسيبها دلوقتي كده لحد ما تبرد خالص، وبعدين بعد كده نبقى نغطيها. اوكي. طيب اقول لكم ايه بقى، الف هنا، ومتشكر جدا على متابعتكم، وان عجبكم لايك، اشتراك، براحتكم. نقول لكم شكرا، سلام عليكم.